احنا بنصورهم من غير ما ياخدوا بالهم عشان لو واحد اخطأ في الطلوع خليكوا طبيعي براحتكم هنا، انا مش موجود. ايوه حلو، هتقف قدامهم بقى انت هنا. اللي الاول انت تعالى قول لي هنا الاول. في الدي بريفنج دايما انا بعتبره من اهميه برضه البريفنج في الاول، ان يقول لكم اعملوا ايه، هو يقول لي ايه الكواليس بقى النهارده. النهارده هم كويسين، فاهم. الميه الرؤيه فيها كانت 40% كانت كويسه نوعا ما. النهارده وضعهم كان كويس في الميه، يعني ما حصلش كوارث ولا الله اكبر. الهوا كام؟ خمسينات؟ خمسينات، 50 وفي 70. يعني انت اهو سيفتي عشان موضوع الهوا للناس، ليه بنقول نسيبوا 50 في الاسطوانه؟ علشان لو في شوائب في كلام من ده دي حاجه، وحاجه كمان اللي سيفتي اكتر، الله اعلم المسافه قد ايه وكده. يلا بينا ادخل عليا كده واحكي لي ايه الدنيا، يا اللي كنت مستني غطسه البحر. ها غطسه جميله خالص، وعملنا مره الجرين مصر. لما بعيد عن السكيلز، انت شفت ايه غريب النهارده بجد؟ الحياه البحريه اول مره اشوفها. قواقع الحاجات ديت اللي صدف. أيوة. الحاجات على الارض زي الاستريديا، ولا ما شفتوش الحاجات دي؟ لا ما خدتش بالي. طب الاحجار اللي كانت موجوده، المنطقه الصخريه اللي هي في الوش البغاز دي، ما وصلتلهاش؟ لا ما وصلتوش المنطقه دي. وجع. خش عليه عبد الحميد اللي بينكم وتبلغ وتقول عينيك حمراء، ده عينك زي الفل. احكي لي بقى شفت ايه النهارده بصراحه، وايه الغريب او ايه اللي صار دهشتك او استثارتك في الميه، يعني خلاك يعني عندك دافع بقى للميه تاني او العكس؟ الصخور البحر من تحت كان حاجة أول مرة أشوفها الصراحة. إن شاء الله. صخور، ادخل يلا معاك. حاجات كويسة يعني. ادخل يلا، ادخل عيش حياتك. مين يا سلم اللي كان نفسه ينزل البحر من زمان؟ لا والله هي تجربة جميلة وبتمنى كل حد يجربها، بس هي المشكلة كانت في الرؤية برضه زي ما احنا قلنا. بنتمنى والله يا كابتن، كان النهارده كنت في التلفزيون وبتكلم اسلام، بقول لهم على موضوع الفيسبيليتي اللي هي الرؤيه بشكل عام. عندي في البحر الابيض المتوسط سبب فعلا الخطر الاول للانسان. محطات معالجه الميه وتوليد الكهرباء والمستحقين بيرموا حاجات في الميه. عارف لو ان احنا الناس دي والشركات دي بس تهتم بالقواعد والاجراءات الخاصه بحمايه البيئه البحريه، مش هتلاقي الا بص 80% رؤيه، مش اقل من 80. الحمد لله يا اسلام. خش عليا يا عمار. النهارده اليوم كان جميل الصراحة، وكانت أول مرة، بس كانت جميلة. هي الرؤية ما كانتش اللي هي، بس كان بس استمتعت. السولد ووتر بشكل عام، الماء المالحه او البحار والغطس فيها، الغوص فيها بشكل عام يكون افضل من الكوبايد ووتر اللي هي الماء المحصوره. الماء المحصوره انت عارف بين حيطان حمام وارضيات محدوده، ان هنا بقى تجيب العمق والجديد. ما شاء الله عليك، واتمنى لك يا رب كده غطسات سعيده قادمه ان شاء الله. لا تهدير الماء، لا لتهدير الماء. طبعا انا كنت معاكم النهارده مع الغطسه، يعني سعيد بيهم وبادائهم، والكابتن زياد والشباب اللي زي الورد.